بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة قلت اعمل حاجة كده بمناسبة السقعة والشتاء. قلت اعمل منين بالعجوة، بحيث ان احنا نقدر كده بعد الظهر او على المغرب كده ناخد كوباية شاي وناخد قرقوشتين معاهم. حاجة خفيفة وفي نفس الوقت بتدفي. عملت جزء سادة وجزء محشي بالعجوة. انا الحقيقة ما كانش عندي عجوة، انا جبت بلح فصصته وعملته بمعلقة سمنة على النار، وهنا جبت وحطيت عليه معلقة سمسم. هنا بجيب 4 كوبايات دقيق. زي ما انتوا شايفين انا بعاير الدقيق اهو، دي تالت كوباية. ربع كوباية الدقيق مكفاش، فاضل حوالي ربع كوباية هكمله من كيس تاني، هما الاتنين بتوع المخبوزات. كده كملت 4 كوبايات، وبعدين هبتدي احط رشة ملح خفيفة، وفي نفس الوقت هبتدي اجيب بقية المكونات وانزل بيها على الدقيق. اول حاجة هنزلها دلوقتي زي ما احنا شايفين، هنزل بمعلقة عسل. بدل ما احط معلقة سكر انا هعمل معلقة عسل. يعني الواحد بيحاول يخلي الحاجة صحية شوية وفي نفس الوقت هي حاجة سكر حتى تتفاعل مع الخميرة، وده اللي احنا محتاجينه. بس هيدي لون حلو مع المنين وهو بيتحمر. واحط معلقتين سمسم محمص، واحط رشة شمر ورشة شمر وينسون، رشة كده خفيفة مش كمية يعني لا تتعدى معلقة ممسوحة. وهنزل بمعلقة شاي بيكنج باودر، ومعلقة شاي خميرة. انا يعني الاتنين معيار المادة اللي بتخمر يبقى حوالي معلقة، فانا عاملة ميكس ما بين الخميرة وما بين البيكنج باودر. وممكن نكتفي بالبيكنج باودر بس على فكرة. ودي كوباية سمنة على زيت. بخلط المكونات كلها مع بعض. وطبعا احنا عارفين القراقيش لو احنا عايزينها تبقى مقرمشة قوي وناشفة بنزود المية، لو عايزينها ناعمة بنقلل المية. الكيلو الدقيق بيبقى عليه كوباية مية. انا هنا ده حوالي نص او ازيد من نص، حاجة بسيطة. بعمل حوالي 3/4 كوباية مية دافية، وبعجن بضيف شوية بشوية المية، وبتأكد ان المية خلاص مش باينة قدامي في العجينة. ببتدي ازود حبة كمان واعجن. زي ما انتوا شايفين 4 كوبايات دقيق هيطلعوا لي طبقين حلو وحادق. يعني ما بياخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت يعني حاجة حلوة مع كوباية الشاي. الواحد بيبقى تغيير يعني، بدل عشاء، بدل ما الواحد يعني يقعد ياكل في اي سندوتشات ولا في اي حاجة، دي بتبقى حاجة خفيفة مع كوباية الشاي. انا كده خلاص خلصت كمية المية اللي هي كوباية الا ربع. لو حسيت ان العجينة محتاجة تاني، انا مش عايزة العجينة يابسة او ناشفة او صلبة، انا عايزاها تبقى طرية شوية ومش طرية قوي برضو. يعني عايزاها تبقى ايه، ناعمة كده في ايدي. زي ما انتوا شايفين كده خلاص هي اتلمت معايا وملمسها بقى ناعم. هبتدي احطها واغطيها واسيبها تتخمر شوية حوالي نص ساعة، وبكون في الوقت ده فاتحة الفرن. وادي التمر انا عملته بمعلقة كبيرة زبدة وحطيت معلقة سمسم. انا كنت عايزاه يبقى طري شوية عشان انا هفرده زي المعجون يعني. باخد جزء من العجينة وبحط كيس نايلون وبفرد عليه. الحقيقة أنا النشابة بتاعتي مش عارفة راحت فين خالص، والمكان اللي أنا واقفة فيه ضيق جدا وبصور بالموبايل، فالموضوع كان صعب جدا. الإمكانيات مش متوفرة يعني، وما حتى القطاعة مش موجودة، فبحاول أعمل بالحاجات اللي متاحة عندي. بفرد العجينة زي ما انتوا شايفين، بحاول أسويها. أنا عايزاها تقريبا نص سنتي أو أقل من نص سنتي. هفردها على قد ما هقدر بحيث تبقى كلها متساوية، وفي نفس الوقت برفع الكيس وهساوي الأطراف. أنا عايزة أطلعها مستطيل
متساوي الاطراف، يعني علشان ما ايه تطلع الواحدة متساوية وانا بقطعها. هحاول يعني احشيها بطريقتين، هوريها لكم دلوقتي. طبعا انا عشان المكان مش مساعد خالص والرخامة صغيرة جدا فمش عارفة اخد راحتي خالص. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اظبطها. قسمت المستطيل نصين، وهجيب التمر اللي معمول بالسمنة وبالسمسم وبحاول افرده على نص، واحاول اوزعها كويس بحيث ان انا اغطي النص الاولاني كله بالتمر. زي ما انتم شايفينها عامله زي المعجون، طريه خالص، وانا حطيت عليها زبده ليه؟ علشان ما تنشفش في الفرن وتفضل بعد كده تفضل معايا طريه، ما تتحجرش. انا كده خلاص فردت التمر كويس او العجوه، بقفل النص التاني عليه وهبتدي اقطع. هقول لكم على حاجه بقى في الخطوه دي. انا قطعت وشلت طبعا الجزء اللي مش متساوي، بحاول على قد ما اقدر عشان يطلع الشكل يعني معقول او مقبول. وبقطع زي ما انتوا شايفين صوابع، وهبتدي ارص في الصينيه. طبعا الصباع هنا طلع لي طويل قوي، فانا بعد ما حطيتهم في الصينيه، بس الجزء ده ما تصورش، بعد ما حطيتهم في الصينيه لا حسيت الصباع كده طويل قوي، فروحت اسماه عشان يطلع حجمه معقول صغير، بحيث ايه يتاكل على مرة واحدة، علشان ما نقطمش من حاجة ونسيبها. آه، انا ما بحبش الصوابع تبقى طويلة زيادة عن اللزوم. هي شكلا ما فيش اي مشكلة فيها، ولا يعني في التقديم ولا في الاكل، ولا ما فيش اي اختلاف، بس انا بحب الحاجة تبقى صغيرة. فزي ما انتم شايفين انا آه، الصباع طالع طويل. فقلت طب وليه، طب ما نقسمه نصين احسن عشان تطلع حجمها كويس وشكلا مقبولة يعني. انا كده خلصت جزء من العجينة، هبتدي اعمل الجزء التاني. طبعا الاطراف والحاجات الزيادات اللي انا شلتها زي ما انتم شايفين شكلها طويل قوي في الصينية. تاني واحدة عجينة بقى هعمل ايه، هقسمها 4 عشان اعمل اتنين مرة واحدة. وفي نفس الوقت عايزة حجمها تبقى اصغر من التانية. زي ما انتم شايفين بحاول اسويها، واي زيادات بشيلها. انا المرة دي بقى هفرد في النص عشان انا هقفل الاطراف لجوه. فباخد العجوة اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي افردها. طبعا لو معجون تمر كانت هتبقى افضل بكتير، بس انا يعني اتصرفت باللي موجود عندي، شوية بلح او تمر في البيت. وقامت في دماغي ان انا عايزة اعمل حاجة مع كوباية الشاي وكده، فالواحد بيتصرف. وهي النتيجة واحدة في الاخر يعني. انا كده قفلت الاطراف اهي زي ما انتوا شفتوا، طبقته، وهبتدي اقسم بحيث يبقى ايه كده حجم الصباع معقول، حجمه صغير مش كبير زي ما انتوا شايفين. واهو انا برص بقى في صينية حطها جنبي، بقطع اول باول وبرص. طبعا لو في قطاعة كان الموضوع هيبقى اسهل بكتير. وفي نفس الوقت لو المكان اللي انا واقفة فيه زي ما انتوا شايفين اهو يعني مكان صغير قوي وضيق، فدي الصينية التانية اهي. انا خلصت الصينيتين، ده بقى جزء اللي باقي. ده انا هسيبه زي ما هو كده، مش هحشيه لان العجوة كانت خلصت معايا. وفي نفس الوقت بعمل جزء محشي وجزء سادة عشان اللي يحب ياكله بالجبنة ياكله، واللي يحب ياكله حاجة حلوة مع كوباية الشاي ياكله، او اللي يحب ياكله سادة كده حتى من غير اي حاجة، مش لازم جبنة يعني، أزأزة يعني. بحاول اهو اقطعها بورب بقى شوية عشان تبقى شكل متوازي شوية. الكيس الحقيقة مش مساعد خالص، كل شوية يتزحلق، وانا بحاول ابعد ايدي علشان التصوير يطلع واضح.
فالموضوع كان صعب شوية يعني. الأطراف الزيادة دي كلها هتتشال، وهرجع تاني أعيد تشكيلها. زي ما انتوا شايفين عاملة بقى المرة دي صوابع صغيرة. واحد اتعلم بقى من المرة اللي فاتت، دلوقتي صوابع طويلة قوي، فأنا المرة دي بقى صغرت خالص. هي كده كده هتنفش في الفرن، وهتشوفوا حجمها بعد ما تستوي. كده انا عملت صينيتين، خليط او ما بين جزء محشي بالعجوة وجزء سادة، وهكمل الباقي سادة بقى هحطه في صينية تانية. زي ما انتوا شايفين كده برصه جنب بعضه. هو هينفش طبعا في الفرن، انا بسيبه يتخمر طبعا بعد ما ارصه كله في الصواني، بسيبه وبكون فاتحة الفرن عشان يبقى الفرن سخن، وبسيبهم. ده كده حجم معقول اعتقد يعني. التاني كان طويل قوي. ده بقى شكله بعد ما قصيته، بعد ما قطعته وصغرت الحجم. ده شكله بعد ما طلع. طبعا حاجة حلوة كده وخفيفة وجميلة مع كوباية الشاي، وفي نفس الوقت ايه كده أزأزة كده واحنا قاعدين في السقعة. منها حاجة مغذية وحاجة بتدفي في نفس الوقت. ده السادة زي ما انتوا شايفين التحمير بتاعه من تحت طالع مظبوط ازاي، ولونه جميل. وفي نفس الوقت سادة، اللي يحب ياكله كده مع كوباية شاي، اللي يحب ياكله بالجبنة، مفيش اي مشكلة. في خلال اقل من ساعة الا ربع او ساعة كنت عملت ال المنين واستوى. ما خدش وقت، ما خدش مجهود. ويا ريت كلنا نقوم كده ونجرب، وان شاء الله تعجبكم الطريقة. اللي عجبته الطريقة يا ريت يعملي لايك، واللي أول مرة يشوف القناة يا ريت يفعل الجرس ويعمل سبسكرايب. وإلى اللقاء في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.